بالنسبة لطبيعة عمل المراكز الاستشارية، أول شيء أو خلينا نقول ما هي ماهية عمل المراكز الاستشارية؟ معالجة الحالات الفردية يلي تعاني من مشاكل نفسية أو أمراض نفسية، طبعا ضمن خطة علاج مدروسة، وطبعا نستقبل جميع الحالات أطفال ورجال ونساء. هذا بالإضافة إلى تقديم محاضرات توعوية إرشادية ضمن المركز وفي المراكز والمؤسسات الثانية. طبعا الغاية من هاي المحاضرات هو توعية الشعب بالأمور النفسية، بالأمراض النفسية، بالمشاكل النفسية، كيفية التعامل مع هاي الأمراض، أو إذا مثلا شخص عنده أي حالة مشكلة نفسية كيف ممكن هو يتعدى هاي المشكلة أو هاي الحالة ويتلافاها. هذا بالإضافة إلى دورات الدعم النفسي والبرمجة اللغوية العصبية اللي تنعطى كمان ضمن المركز وبالمراكز الثانية. بالنسبة لموضوع الحالة اللي عم تجي على المركز، إذا كانت تعاني من مشكلة نفسية أو مثلا خلينا نقول مرض نفسي وليس المرض العقلي، لأنه نحن في عندنا فرق هون بين المرض النفسي والمرض العقلي. هلا المرض النفسي يتعالج علاج معرفي سلوكي، أما المرض العقلي هون نحن بحاجة لتدخل الطبيب النفسي، لأنه المريض صار بحاجة إلى أدوية. طبعا هذا الشيء نحن ما نتدخل فيه، موضوع الأدوية بعيدين كل البعد عنه. فكل شخص يجي على المركز يعني يعاني من مشكلة أو مرض، طبعا تتعدد طرق العلاج وتختلف من شخص لآخر. يعني حسب كيف تختلف من شخص لآخر، حسب طبيعة المرض يلي يعاني منه الشخص، أو حسب المشكلة يلي يعاني منها هو، أو الدرجة اللي واصل له، يعني لأي مرحلة واصل معه المرض النفسي. طبعا نحط برنامج للعلاج بالإضافة إلى علاج الحالة ضمن المركز. نحن بحاجة بنفس الوقت للدعم الاجتماعي، يعني الأسرة. ما يكفي انه شخص يتعالج من هون ومثلا الاسره ما تكون داعمه لهذا الشخص او ما تساعده بمرحله العلاج يعني. فنعتمد نحن بعلاج المركز على العلاج المعرفي السلوكي، اللي هو الحديث بين المريض والمعالج. شو غايتنا من هذا الحديث؟ غايتنا انه نغير تفكير الشخص، تفكيره الخاطئ. يعني هي الأمراض النفسية يعني أغلبها يعني عم تكون شيء مثلا مخزن بالعقل الباطن، أو في ناس تعاني أو هي تحس إنه تعاني من أمراض نفسية وهي بالأساس وهم، خاصة موضوع الوسواس القهري. فنحن بعلاجنا المعرفي السلوكي نركز دائما على الأفكار، نركز على العواطف، ونركز على المشاعر السلبية، لنغير هاي المشاعر ونغير طريقة تفكير الشخص لحتى فعلا نقدر نطلع معه بنتيجة ويتفادى أو يتعالج من مشكلته أو المرض يلي عم يعاني منه. طبعا مدة الجلسة حسب حالة كل شخص. في حالات مثلا تستدعي بالأسبوع مرة يجي، في حالات تكون شوي صعبة ممكن يحتاج المريض لجلستين بالأسبوع. يعني أطول فترة علاج للعلاج المعرفي السلوكي هي من 3 شهور ل 6 شهور، يعني تقريبا فينا نقول يعني 20 جلسة نعالج فيها الشخص. هلا لو بحثنا أو سألنا شو هي الأسباب أو العوامل اللي عم تنشئ هاي الأمراض أو تؤدي لهاي الأمراض، طبعا هي أسباب كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن نحن مثلا فينا نحكي مثلا بشكل عام عن الأسباب العامة. يعني هلا نحن منطقة حروب ونزاعات، في قتل، في ضرب، في نزوح، في تشرد، يعني الوضع الأمني الغير مستقر هذا واحد من أحد الأسباب، خاصة أنه في مناطق يعني تعرضت لحروب ونزاعات يعني بشكل كبير، صار في وفيات، صار في عندنا شيء اسمه اضطراب صدمة، اضطراب ما بعد الصدمة. هدول كلهم البطالة، العنف، كمان الأوضاع المالية المتردية، هاي لما كلياتها يعني تخلي الإنسان تكون عنده مشاكل نفسية أو أمراض نفسية، هاي بشكل عام. هلا إذا جينا حكينا بشكل خاص، نحن في عندنا مثلا إذا نجي نحكي بشكل خاص يعني أسباب خاصة بالفرد، مثلا في عندنا العوامل البيولوجية اللي هي الوراثة. يعني إذا كان حدا بتاريخ العيلة عم يعاني من مرض نفسي أو مشكلة نفسية، ممكن أحد الأفراد كمان ينتج عنده مرض نفسي، مو بالضرورة نفس المرض يلي عانى منه مثلا أبوي أو أمي، يمكن غير مرض بس يكون في عندي مثلا مشكلة أو خلل نفسي. كمان سوء التربية الخاطئة، سوء التربية الخاطئة للأسرة أو العنف الأسري، هدول كمان من الأسباب اللي تشكل أمراض نفسية، خاصة الطفل لما يعيش ضمن أسرة ما مستقرة،
مثلا فيها مشاكل كتير، أو الطفل يتعرض للضرب أو العنف من قبل الوالدين، ممكن ينتج عنده مرض نفسي بمرحلة الطفولة ما يبين، لكن مرحلة المراهقة والشباب شوي شوي بتظهر عليه أعراض الأمراض النفسية. كمان في عندنا مثلا البيئة والثقافة اللي يعيش فيها الشخص كمان تلعب دورها لتشكل الأمراض النفسية. هاي كلياتها الأسباب اللي تشكل أو تنتج الأمراض النفسية. بالنسبة لموضوع الأمراض النفسية، هن النساء أكثر من الرجال معرضين للأمراض النفسية والمشاكل النفسية. السبب لأنه طبيعة تكوين جسم المرأة غير تكوين جسم الرجل، يعني خلينا نقول هرمونات المرأة غير هرمونات الرجل، يعني دائما الهرمونات بمرحلة تغيير أو كذا، فالنساء هن أكثر عرضة. وفي نقطة مهمة، نحن لما نجي مثلا نتعامل مع إنسان يكون عنده مشكلة أو مرض نفسي، لازم نحاول نساعد الشخص قدر الإمكان ونعالجه لحتى ما يصل في الأمر لموضوع الانتحار. يعني أنا حكيت إنه النساء أكثر من الرجال عرضة لموضوع الأمراض النفسية، وخاصة الاكتئاب. خاصة الاكتئاب، يعني الاكتئاب مراحله الأولى يعني يتعالج، لكن لما يوصل للمراحل الصعبة الاكتئاب الذهاني، هون نحن بحاجة لتدخل طبيب نفسي. والإنسان لما يوصل لمرحلة الاكتئاب الذهاني ممكن ينتحر. وصار طبعا نسمع في حالات انتحار كثيرة، إنه خاصة النساء، إنه فلانة انتحرت، يعني على مستوى طفلة عمرها 14-15 سنة عم تنتحر. فيعني إلا ما يكون في أسباب يعني أدت لهذا الانتحار، أو أمور خلت المريضة توصل لهاي المرحلة. طبعا نحن كمان عطينا بخصوص الانتحار يعني محاضرات توعوية، نوعي بالأسباب كذا لحتى نتفادى أو نقلل هاي الظاهرة، مو بس على النساء، طبعا على الرجال كمان. وطبعا نحن بمركزنا اجوا حالات متعدده، حالات للاطفال تبول لا ارادي، والحمد لله كان في فائده كبيره. كان في حاله تأتأة بالنطق، كان في حاله لاكتئاب طبعا لمرأة. من أصعب الحالات اللي إجت على مركزنا هي حالة لشاب بعمر 21 سنة، كان يعاني من وسواس قهري، 7 أنواع وساويس، وسواس بالنظافة، وسواس بأمور الدين، في أنواع وساويس ثانية، كان عنده مشكلة بالتحليل والتركيب، كان يعاني من مشكلة الرهاب الاجتماعي، يعني خلي أقول المرض النفسي كان عنده صاير يعني من كل الاتجاهات. فهالحالة هاي هذا الشاب يعني فعلا هو بذاته حكى أول جلسة له، قال أنا يعني خلص وصلت لموضوع الانتحار، أنا يعني أموري صارت كلها سيئة، حياتي سلبية، كانت نظرته كتير سوداوية. فخلال تقريبا شهر ونص، يعني شهر ونص يعني على حالاته، يعني هي فعلا فترة قليلة، بس إنه كان في فائدة كبيرة. قدرنا إنه نعالج الشاب من مشاكله النفسية، أو خلي أقول من أمراضه النفسية، وطلعنا بنتيجة الحمد لله، وتلافى هذا الموضوع يعني، وقدرنا أن نوصل لنتيجة ممتازة مع هذا الشاب. الإنسان بالنسبة للإنسان هو البنية الأساسية في المجتمع، هو جوهر بناءه، والإنسان السوي هو مصدر النهضة ومصدر الفكر ومصدر التطور. لما يكون الإنسان سوي أو مرتاح من الناحية النفسية، يستطيع أن ينجز مهامه بأفعاله على أكمل وجه. لكن لما الإنسان يكون يعاني من اضطرابات نفسية أو مشاكل نفسية، رح تواجهه مشاكل كثيرة، ما رح يقدر ينجز شيء لحاله أو لعائلته أو حتى لمجتمعه. واهتمامنا وتركيزنا على الصحة النفسية، يعني انه الصحة النفسية مثل ما عم نهتم بالصحة الجسدية، لازم يكون في عندنا اهتمام بالصحة النفسية، لانه الاثنين بيكملوا بعض. وبالنسبة لبرنامجنا بالايام الجاية، طبعا نحن متابعين على نفس البرنامج، رح نعطي محاضرات توعوية بناء على طلب المراكز والمؤسسات. كمان رح نعالج الحالات ونستقبلهم، وعم نجهز لدورة للدعم النفسي، مدة الدورة من 4 ل5 أيام. هاي الدورة تتضمن الصدمة النفسية عند الكبار، الصدمة النفسية عند الأطفال، كيف نتعامل مع الإنسان المصدوم، شو هي الضغوطات النفسية لكل إنسان. يعني خلينا نقول يعني كل إنسان يقدر يستفيد من كل معلومة، ويكون هو بذاته مرشد نفسي ضمن أسرته ضمن عائلته، أو يلعب دور المرشد أو الطبيب النفسي من غير ما يكون بحاجة إنه يلجأ للطبيب أو المرشد. طبعا من برنامج شغلنا نحن عم نشتغل على الأبحاث الاجتماعية تتعلق بعينات معينة بالمجتمع أو ظاهرة، يعني أي ظاهرة بالواقع عم نلاحظ إنه هي منتشرة، طبعا أكيد تكون ظاهرة ضارة،
نحاول نشتغل على هالموضوعات، نبحث بالأسباب. الأسباب عامة، الأسباب النفسية أو أسباب اجتماعية، شو الأسباب لهالظاهرة، ونحاول قدر الإمكان مو بس تركيزنا يكون على الأسباب حتى الحلول. نحن ما كفي نبحث بالأسباب بس، شو الفائدة إذا نبحث بالأسباب من غير ما عم نعطي حلول أو مقترحات للحد من الظاهرة. طبعا ما في ظاهرة اجتماعية منتشرة نقدر نقول هي خالص، هذا الشيء مستحيل، لكن في مثلا حلول أو خطوات نتبعها لنحد من هي الظاهرة، يعني نقللها بقدر ما استطعنا يعني.